إليكم قصة مودريتش الذي طرد من ناديه لصغر جسمه حتى وصل إلى عتبات المجد. لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا وأشهر لاعب مونديال كأس العالم 2018 بأحداث مؤثرة في حياته منذ الطفولة حتى الوقت الحالي. تناول موقع لايف باوكر البريطاني الكثير من الحقائق المتعلقة بحياة مودريتش خارج وداخل الملعب والتي لا يعرفها الكثيرون عنه. نشأته: ولد لوكا مودريتش في 9 سبتمبر أيلول عام 1985 بمدينة زادار في كرواتيا لعائلة من اللاجئين الفارين من العدوان الصربي أثناء حرب البوسنة. وعملت أمه رادويكا مودريتش عاملة في مصانع الغزل والنسيج، وكان والده ستيف مودريتش في فترة ما ميكانيكيا في القوات العسكرية يصلح السيارات من أجل الجنود الكروات في الحرب. وعاصر لوكا أثناء طفولته الأحداث المرعبة التي حدثت في زادار خلال الحرب الكرواتية. علامة اقتباس: كان هناك هذا الولد الذي يركل الكرة حول ساحة انتظار السيارات التابعة للنزل طيلة اليوم. علامة اقتباس: كانت هذه كلمات يوسيب بايلو رئيس نادي زادار معلقا على مودريتش في بواكير أيامه. وأضاف: علامة اقتباس: كان نحيفا وصغير الحجم بالنسبة لعمره، لكن كان بإمكانك أن ترى فيه شيئا مميزا. علامة اقتباس. وكشفت وسائل إعلام كرواتية جانبا في حياة لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، وقالت إنه كان يرعى الأغنام في جبل مليء بالذئاب عندما كان طفلا، ودائما ما كان يحكم على لوكا من منظور جسمه الضئيل. كان ينظر له باعتباره شخصا صغير الحجم ونحيفا، ولن ينمو جسمه ليصبح جسم لاعب كرة قدم. استطاع أحدهم الإيمان بأنه سيصبح لاعبا كبيرا. كانت الكرة تبدو علامة اقتباس جميلة بين قدميه. علامة اقتباس: عندما كان يركز لوكا في اللعب بمفرده أمام غرفة عائلته في النزل، وكانت طريقته الوحيدة لمعرفة إذا ما كان يستحق أن يمارس كرة القدم هي أن يذهب إلى اختبارات الشباب. وأتت الفرصة. مسيرته الكروية: ذهب لوكا أولا إلى اختبارات نادي هايدوك سبليت الكرواتي، لكن ولسوء الحظ، وكما يقول الجميع، رفضه النادي بسبب افتقاره للمؤهلات الجسدية المطلوبة. لا يزال ما فعله الله في جيناته هذه غامضا، هذا الشيء الذي غير قصته بالكامل. وقدر لوكا بأن يصبح من كبار لاعبي كرة القدم لا يزال مصدر إلهام. ركز لوكا الصغير كل قوته على العمل الجد، وصحح فيما بعد انطباع الناس الخاطئ عنه بأنه ضعيف البنية وصغير الحجم. جاء هذا في الوقت الذي ظفر فيه لوكا بما يدعوه الناس علامة اقتباس انتصار صغير. علامة اقتباس في فريق دينامو زغرب الكرواتي. كانت بداية سعيدة لمسيرته المهنية، وأظهر مودريتش الكثير من الثقة والكفاءة فور انضمامه للنادي. وسارع نادي دينامو زغرب إلى مدى العقد لمدة 10 سنوات. كان طوله يزيد بمعدل بطيء وثابت بعد أن أعطاه مسؤول النادي الكثير من المكملات الغذائية. وفي محاولة لزيادة خبرته، أعير لوكا لنادي زرينسكي موستار الكرواتي بعد أن لعب في صفوف فريق دينامو زغرب. كانت هذه نقطة حلقت فيها مسيرته الكروية عاليا. وخاض فترة إعارة أخرى لفريق إنتر زابريسيتش في البوسنة. عاد بعدما اشتد عوده ليتجلى في أول ظهور كبير له في نادي دينامو عام 2005. وفاز مع النادي ب3 ألقاب متتالية للدوري وبطولات الكأس المحلية. وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي عام 2007. في عام 2008 انتقل إلى الدوري الإنجليزي ليلعب في نادي توتنهام هوتسبير، حيث قاد الفريق ليصل للمرة الأولى منذ ما يقرب 50 عاما إلى دوري أبطال أوروبا، وتأهل الفريق إلى دور ربع النهائي في بطولة من 2010 إلى 2011. بعد موسم 2011 2012
انتقل إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون يورو، 38.6 مليون دولار أمريكي. وكما يقولون، فبقية مسيرته الكروية يعرفها الجميع. حياته العائلية. كانت عائلته من ضحايا حرب البوسنة. أفنوا عمرهم وهم يلوذون بالفرار من المعتدين الصرب. كانت العائلة تعاني من فقر مدقع بسبب غياب المنزل والافتقار للملابس والملاذ أثناء الفترة التي لم يستقروا فيها. وبعد فترة وجيزة تغيرت ظروف اللجوء والفقر عندما حصل والد مودريتش شرطة ستيف مودريتش شرطة على وظيفة محترمة وهي فني إصلاح سيارات في الجيش الكرواتي. في هذا الوقت كان جد لوكا الذي كان يدعى لوكا هو الآخر جنديا يقاتل على جبهة تربط بين المدن الرئيسية. كانت حياته مهددة لأن الجيش الصربي وجيش يوغوسلافيا الشعبي وجيش علامة اقتباس كرايينا علامة اقتباس كانوا يخوضون معارك حامية الوطيس ونشاطات عسكرية في هذه المنطقة. وقتل لوكا الجد على يد أعدائه. وبعد موته انتقل لوكا وعائلته إلى مدينة زادار. وفور مغادرة منزلهم أشعلوا النار به، حسبما قال ستكو مودريتش وهو أحد أقرباء عائلة مودريتش. واستقروا في مدينة زادار في فندق متواضع بفضل ما كسبه ستيف مودريتش من أموال، فهو لا يزال فني سيارات ذي خبرة. واصل ستيف عمله في إصلاح السيارات في مدينة زادار. ووفر لعائلته المال اللازم لجعلهم ينتقلون من تحت خط الفقر إلى الطبقة المتوسطة. وفي زادار بدأ لوكا لعب كرة القدم كما ذكر من قبل.